السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتي، قناة سلمى الحسيني. منوريني. للناس اللي بتشوفني لأول مرة، أنا سلمى، ودي قناتكم قناة سلمى الحسيني اللي بقدم فيها كل حاجة تخص البنات. وبما اني مدرسة رياضة اطفال، فعارفة ان معلمة رياضة الاطفال بيطلب منها مشاريع تعملها. ممكن هي تعملها مع الاولاد في الفصل، وممكن نطلبها من الاولاد ان هم يعملوها في المدرسة. فبما اني انا اللي بعمل المشاريع مع الاولاد في المدرسه، فانا حابه ان انا اشارك للامهات وللمعلمات المشاريع بنعملها ازاي. وحبيت ان انا اشارك معاكم النهارده المشروع الرابع في ماده متعدده التخصصات لكي جي 2، المستوى الثاني رياض اطفال يعني. والمشروع مطلوب مننا في المحور العالم من حولي، الفصل الاول فيه عالمنا الطبيعي، ومطلوب مننا في حديقه المدرسه. انا اول حاجه عشان اعمل المشروع ده، جبت عندي كرتونه كده قصيرها قصير، زي مثلا كرتونه علبه فوط، علبه مفارش سرير كده. جبتها وعملت لها من ورا ظهر كده حته كرتونه طويله عشان اعمل بيها السما. فغلفتها كده بحته قماش لونها لبني، وبعد كده حطيت لها قطع فايبر كانها قطع السحاب، وعملت الشمس بحته فوم جليتر. جيت بعد كده بقى للسور من جوه بتاع الحديقه، غلفته بحته فوم جليتر لونها اخضر. بعد كده قسمتها نصين، جزء هعمل فيه الشجر وجزء هعمل فيه الالعاب. الجزء اللي هعمل فيه الشجر غلفته في الارضيه بفوم جليتر اخضر. وبعد كده بقى عملت 3 انواع شجر. اول نوع ورا خالص ده عملته بالفوم، والنوع اللي في النص والناحياتي عملتهم بالكانسون، كانسون اخضر في بني. بعد كده بقى جيت اعمل الورد اللي انا هحطه في الارضيه. عملت ورد اللي هو الورده نظام الضفيره، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف تحت. عملتها بالفوم، وعملت لها ورقة الشجر بالكانسون. وبعد كده عملت وردتين بالورق الكوريشة، وحطيت لهم ورقهم بالكانسون. جيت بعد كده بقى المنطقة اللي هحط فيها الألعاب. أول حاجة عملت الأرضية كده بالكانسون نظام تدكيك، عملته كانسون كده لونه بني في أزرق. وبعد كده بقى عملت أول حاجة المرجحة اللي هي الولد قاعد عليها ديت، عملتها بخافض اللسان. عبارة عن قطعة خافض لسان تحت وقطعة فوق، ووصلتهم بالنص بشاليمو. وعملت برضو الكرسي اللي الولد قاعد عليه ده كده بقطع خافض اللسان اللي بتبقى من فوق كده، اللي هي بتبقى واخدة نص دوران. وبعد كده جبت صورة ولد قديم من كتاب قديم، قصيتها وحطيتها عليه ان هو قاعد على الكرسي بتاع المرجحة. بعد كده عملت الزحليقة، عملتها بالفوم عادي الأحمر، وعملت السلم بتاعه من ورا بخافض لسان، قسمته نصين ووصلته بالنص كده بقطع شاليمو. وجبت صورة بنت قديمة وقعدتها على الزحليقة. جيت بعد كده بقى عملت الترامبولين. جبت كوبايه بلاستيك، قصيت النص التحتاني كده، عملت هو ده النص التحتاني. وبعد كده حطيت لها حته قماشه في النص، ولفيت عليها بالفوم الجليتر، ولزقت فيها من جوه عودان شاليمو كده عشان تبقى هي السور بتاعها من فوق. وبعد كده جبت حته شبكه ولزقتها حوالين منها. وبس هو ده كده الشكل النهائي. طبعا انا بعمله مع الاولاد. اي حاجه قبل ما بعملها بكون واخده رايهم ومخليهم واقفين معايا وعاملين معايا، بيشاركوا معايا يعني انا بعمل معظم الحاجات، بس هو بيشاركوا معايا في ارائهم وفي الاختيارات وفي الالوان وفي الحاجات دي. فعشان كده الاولاد ما شاء الله فرحانين بيه قوي، وبيبقوا حاسين بانجاز كبير ان هم عملوه. وان شاء الله هحاول انزل لكم باقي المشاريع. يلا بقى استنوني فيديو جديد وفكره جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.